انا النهارده اتعرضت لأسوأ موقف على مر التاريخ. معلش بس بتكلم كده عشان كنت بعمل حاجة يعني في اسناني وكده. كنت في مشوار وبعدين مكان كبير يعني وحاجة خدمية يعني قاعدين فيها بيلبدوا في المكان وقت طويل يعني او طول اليوم تقريبا. قاعدين بطلب ان انا اصلي، لقيتهم يعني بقول لهم القبلة يعني وكده، بيقولوا انا مش عارفة القبلة فين. طب ازاي يا ولاد؟ يعني انتوا المكان انتوا بتقعدوا فيه 24 ساعة. طبعا انا ساعتها ما قلتش حاجة يعني ما عملتش اي رياكت طبعا، عادي خلاص. ما هشوف بقى مثلا البرنامج على التليفون مثلا، او هشوف القبلة من اي اتجاه يعني. او بس اللي انا ساعتها اتصدمت، يعني انتوا قاعدين المكان اللي انتوا قاعدين فيه ده بتقعدوا فيه طول اليوم، طول اليوم قاعدين وما تعرفوش القبلة يعني. طب ازاي مش بتصلوا؟ ازاي يعني؟ ماشي، ممكن واحد مش بيصلي بس مش عارف القبلة يعني. مش في يوم من الايام مثلا هيعوز يصلي مثلا، اعرف القبلة مثلا عشان في يوم من الايام هتصلي. لكن كل يوم مش عارفها وطول اليوم قاعد في المكان مش عارفها. ممكن يا رب اكون غلطانة مثلا وما بيخلصوا الشغل بتاعهم مثلا بين الصلوات. هو مش منطقي يعني، بس يا ريت قطع معلش. يعني طول اليوم او كل الناس اللي في المكان مفيش انسان عارف القبلة فين. يبقى احنا مستنيين ايه يعني؟ مستنيين ايه؟ ممكن الانسان، انا مش شيخة اصلا يعني، بس يعني الانسان ممكن يبقى بيعمل اي ذنب وبيجاهد عشان يصلحه يعني. لكن الانسان اللي مش هيصلي مثلا هيجاهد بايه يعني؟ هيجاهد بايه؟ احنا مش عايزين نقول بقى ندخل في مثلا احاديث او كده. انا مش يعني مش شيخة اللي انا اقول الكلام ده، بس انا دلوقتي عايزة اعرف يعني واحد او واحدة لبسها مش كويس عادي بتجاهد نفسها، هو ذنب عظيم طبعا، بتجاهد نفسها. واحد مثلا بيعمل شوية بزلات لسانه يعني او كده، بيجاهد ان هو ما يعملش كده. واحد مش بيصلي الفجر حاضر بس بيصليه، بيجاهد نفسه. يا ولاد الصوت يا ناس، الصوت. واحد الفجر مش حاضر، ذنب عظيم بس بيجاهد نفسه عشان هو حاجة يعني محتاجة مجاهدة وصحيان وبرد والكلام ده. لكن واحد مش عارف القبلة، عارف لو واحد مش بيصلي او مثلا مش منتظم في الصلاة ماشي بيجاهد نفسه. مش بقول احكام طبعا ولا بقول فتاوي انا عشان ما حدش يقول لي انت شيخة يعني، مش بقول كده. بس مش عارف القبلة يعني. مش في يوم من الايام هيجي في باله يقوم يصلي ركعتين يعني مش فرض، تطوع، ركعتين تطوع مش هيجي في بالك يعني؟ مش هتتوب يعني؟ مش عايز تعرف القبلة عشان مش هتتوب اصلا يعني؟ لا اله الا الله. ساعتها طبعا ما اتكلمتش يعني، انا مش بوجه كلامي لحد، انا بس يعني الانسان لما يشوف المصايب اللي حاصله وعدم نزول المطر والمصائب الكبيرة اللي في الدنيا يعرف بقى السبب ايه يعني. ده احنا ممكن نتخسف كده. لا حول ولا قوة الا بالله. رب اهدينا يا رب وثبتنا يا رب كلنا. لا حول ولا قوة الا بالله.